مو بصحيح انت تيجي تتكلمي، يعني انت تتكلم عن ملعب. نعم الكلام واضح، الكلام واضح. جانب الهلال وظلم طيب الناس الداعمين للناديين في هذه المباراة. نعم. الكلام هذا واضح من جانب الهلال والنصر وش بيكسبون من المباراة واضح، لكن جيبها من الجانب الثاني. المشجع اللي بيحضر مباراة من الساعة 4 العصر بيدفع 50 ريال، بيدفعها على ايش الاربع ساعات قبل انطلاق المباراة؟ يعني انا مسؤول عنه؟ انا كرئيس، انا اتكلم لحظة، انا بدفعك ال 50 ريال زين؟ يعني انا رئيس النصر وانا رئيس الهلال، اتكلم الان بلسان حالهم. انا اللي مفروض اجيب للمشجع الرياضي المرطبات واجيب له السندوتشات واجيب له ياكل. انا الحين عندي فريق، انتوا الان انا اقولها لك، رئيس الهلال ورئيس النصر ترى عندهم الان معاناه ماديه، بس ما هم متكلمين لانهم ما يبغون يتكلمون، لانهم قالوا احنا حنصرف على الناديين. انا اقول ما يحصل في مباراه اليوم حقيقه كان من المفروض انه نادي النصر ونادي الهلال اقل شيء ان الفريقين ياخذ هذا الفريق الالف والفريق باء اقل شيء 10 مليون من هنا و10 مليون من هنا، لانه حقيقه قدموا ماده الجميع يتحدث معها وعنها. هذه انا اعتقد انهم فعلا ماليا خسروا قبل ان تبدا المباراه. عبد الله باخذك بنفس الجانب اللي تكلم فيه ابو شهاب احمد الرواس عن كريني وسامي الجابر. يعني سامي موجود بهالبطوله